كتاب يا أخوان هو تفسير للقرآن الكريم باللغة الأمهرية، وفي نسخة أخرى صدرت حديثا باللغة الأرومية. هذا طبعا من جهود مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في أم الحمام، وهو سفر عظيم حقيقة، والمشايخ يعني لعلهم عن قرب اطلعوا على هذا، وهذا جزء بسيط من الجهود التي تقوم بها مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات. بعض الناس يعتقدون دعوة، بل هي تؤلف بعض الكتب وتصحح وتراجع إلى غير ذلك من الجهود العظيمة والمناشط التي لا يعرفها إلا كان يعني مطلع عليها عن قرب. الشيخ صالح هذا المصحف المترجم الآن هو باللغة الأمهرية، وأعتقد أنه في نسخة وباللغة الأورومية. نعم. أعتقد كان في نسخة قديمة تم تدارك الأخطاء الكثيرة التي كانت فيها. صحيح يا شيخ؟ صحيح. نعم. وهل عمل هل هو أشرف عليه عدد من الناس أو كان يعني مجرد جهود شخصية فقط؟ نعم، لا، هذه إن شاء الله طبعا مركز دراسات تفسير الدراسات القرآنية عندهم الآن منتشر عندنا مختصر التفسير هذا الموجود. هذا تبع كتب أم الحمام؟ لا، تبع المركز مركز تفسير الدراسات القرآنية، وهذا المركز يهتمون بترجمة هذه المعاني، والحمد لله ترجم قبل الأمهري الأورومية والآن بالأمهرية. صدرت لغتين، والأمهرية كان الناس بحاجة حقيقة، والآن هذا بإذن الله تعالى أشرف عليه يعني من كبار العلماء باللغة الإثيوبية ما شاء الله. إيه نعم، هو إن شاء الله بإذن الله خالي عن ملاحظات سواء في الأسماء والصفات والعقدية كلها. إيه نعم بإذن الله تعالى. يعني نقول للناس يحرصون على اقتناء هذا الكتاب والترجمة. نعم. موثوقة وخالية. نعم. وحتى أيضا النسخة الأرومية كما الأرومية موجود. نعم. أنها موثوقة يا شيخ، موجودة الآن. يعني من أراد الحصول، طيب من أراد الحصول عليها كيف يستطيع التواصل؟ نعم، إن شاء الله يتواصلون مع مكتب الدعوة أم الحمام. في مكتب الدعوة أم الحمام. نعم. من تواصل معه يستطيع الحصول. نعم. على هذا. توزعونها مجانا ولا بفلوس يا شيخ؟ لا والله، يعني مبلغ زهيد.